السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم غادي نغوصوا في واحد الملف اللي بطبيعة الحال هز الرأي العام. ملف فيه تفاصيل صادمة وصادمة جدا ومستجدات كتقلب موازين القضية رأسا على عقب. احنا قدام واقعة ما كنهضروش فيها غير على حادثة سير عادية، احنا قدام تقاطع بين الألم الإنساني، المسؤولية القانونية وما وراء الكواليس. هذا التحقيق إخواني أخواتي ماشي مجرد سرد الأحداث، هو محاولة لفتح شنو وقع في ديك اللحظة الحاسمة اللي كانت فيها سامية الابنة ديال نجاة عتابو، وشنو هما المعطيات الصادمة اللي خلاتنا نعيدوا ترتيب الأوراق كاملة. خليكم معايا إخواني حيث اللي جاي أخطر من اللي داز. إخواني أخواتي بدينا القضية بواحد المعطيات وفجأة الأمور تفرعات بهذه العبارة الشابة اللي كانت في قلب هذه العاصفة، رغم أنها قدمت كاع الضمانات ديال الحضور ديالها ورغم الاستعداد ديالها لالتزام كاع الشروط، لقات راسها في وضعية قانونية معقدة جدا. التحقيقات اللي كانت مخصصة لواقعة السير دخلت عليها ظروف قاهرة وغير متوقعة، خبر وفاة رفيق الدرب اللي زاد الطين بلة، وعقد الموقف 72 ساعة ديال الحراسة النظرية كانت كتعطيه وقت كافي جدا للوكيل العام باش يدرس المحضر بدقة. واش غتتابع في حالة صلاح ولا اعتقال؟ الصلاحية عند القضاء حاليا والقانون واضح، إلى تبتت المسؤولية عليها العقوبة ممكن توصل ل5 سنين ديال الحبس. الصور والفيديوهات اللي وثقت اللحظات الأولى هي اللي غتكون الفيصل، وبطبيعة الحال نتوما كتعرفوا بأن الصور جاية من لوطين اللي كان قدامها الحادثة فاش الابنة سامية ابنة نجاة عتابو دارت ديك الحادثة السير وراحت ضحيتها ابنه اللي بطبيعه الحال توفات، وعاد ثاني السيد اللي كان معاه اللي كيقولوا بانه الخطيب ديالها، فهو بين الحياه والموت كيف ما كنقولوا كوما حاليا في المستشفى. هنا غنسولوا سؤال واحد: فين هي الانسانيه؟ العائلات اللي فقدات ولادها اللي كانوا كيرسموا الاحلام ديالهم لقاو راسهم في مواجهة صمت مريب من الطرف الآخر. فنانة إخواني أخواتي بغض النظر على الشهرة ديالها خاصة تكون أول وحدة تمد يد العون والمواساة. واش الحفلات والسهرات أهم من جروح عائلات مفجوعة؟ يعني إخواني أخواتي كيف ما كنعرفوا بأن نجاة عتابو كان عندها حفلات في بلجيكا حاليا، ولكن علاش ما جاتش؟ علاش ما واساتش العائله ديال اللي راحوا ضحايا؟ واش هي تايقه بانها عندها معارف؟ واش هي عارفه بانها ممكن تخرج بحال الزغبه كيف ما كتخرج الشعره من العجين؟ الموقف اللي شفناه وشفنا فيه نوع من الجفاء اللي صعيب يتفهم إخواني أخواتي، وصمت صعيب. الجمهور هو اللي طلع فنان إخواني، وهو اللي كيصنع النجومية ديالو، وفي لحظات الشدة هذا الجمهور كيتنسى، وغير واحد الجيست بسيط من نجاة عتابو اللي هي الفنانة ممكن يبدل المسار ديال هذه القضية. باش نكونوا موضوعيين خلينا نشوفوا نماذج فنية أخرى كيفاش تعاملت مع مصائب مشابهة. فنانين كبار من اللي جاتهم الفاجعة وقفوا الأنشطة ديالهم شهور وشهور احتراما لحرمة الموت وآلام العائلات. هادشي اللي كيتسمى عين العقل والمسؤولية الأخلاقية. ملي كيكون عندك قرح بحال هذا واحد الحالة صعيبة بزاف، الحفلات كيوليو تفاصيل ثانويه. التعلل بالشرط الجزائي او العقود ماشي مبرر كافي، حيت السيده باش الناس اللي قرابين لها كيقولوا لها كيفاش انت كتحيي حفله وانت بنتك كاينه في مشكل في المغرب. كاع اللي هي كتقول لهم كاين شرط جزائي، يعني لو وقفت الحفله فانا خاصني نخلص اموال طائله، وهذا بطبيعه الحال ماشي عذر، لان الروح الا مشات ما كترد حتى فلوس. الواجب اخواني اخواتي كان يقتضي على الاقل تقديم واجب العزاء، لمسه انسانيه بسيطه تقدر تخفف بزاف على العائلات اللي مازال كتعيش الصدمه. اخواني اخواتي هذه القضيه ماشي غير حادثه سير عاديه، هي مرآة لواحد الجانب مظلم في العلاقه بين الفن والواقع الانساني. احنا كننتظروا قرار القضاء غدا اللي نتمناو يكون عادل وينصف الجميع. شكرا لكم اخواني على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.